هل سقط من شقته في دبي؟ قصة إصابة اللاعب فهد المولد بعد نقله للمستشفى. ستبكي حتما. قبل أن نبدأ أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة. مرحبا بكم أعزائي الكرام. تضاربت الأنباء حول سبب إصابة لاعب نادي الشباب فهد المولد ونقله إلى المستشفى في دبي، وتصدر هاشتاج باسم فهد المولد منصة إكس بعد تعرضه لحادث عرضي في دبي أثار الجدل، حيث توالت الدعوات له بالشفاء العاجل. وفي السياق ذاته نفى حساب المدرج الذهبي عبر إكس تعرض اللاعب لحادث مروري، مشيرا إلى أن اللاعب المولد سقط من الدور الثاني من شقة بدبي بحسب زعمه. على الرغم من خطورة الحادث على ما يبدو، إلا أن المصادر أكدت أن حالة اللاعب الصحية مستقرة وهو يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وقد أصدر نادي الشباب بيانا رسميا عبر حسابه على منصة إكس أكد فيه تعرض اللاعب لإصابة، ودعا الجماهير إلى الدعاء له بالشفاء العاجل. وحتى الآن لم يعلن مصدر رسمي بشأن حالة اللاعب فهد المولد وسبب إصابته المفاجئة. فهد مساعد المولد هو لاعب كرة قدم سعودي يلعب في مركز الجناح والهجوم مع نادي الشباب في دور المحترفين السعودي ومنتخب السعودية لكرة القدم. ولد فهد المولد في جدة بالسعودية، ومنذ سن مبكر جدا أصبح يعرف بموهبته الكروية البارزة في المنطقة المحيطة به. في 7 فبراير من عام 2012، وعندما كان يبلغ من العمر 16 عاما فقط، لعب فهد مباراته الأولى في مشواره الاحترافي ضد الرائد، بعد أن لعب الكثير من المباريات بشكل منتظم في دور المحترفين السعودي. أصبح فهد مشهورا بسرعته العالية وقدراته الفنية الرائعة، في حين أظهر هدوءه وذكاءه أمام المرمى. مع الاتحاد في موسم 2012-2013 واصل فهد إقناعه، وفي 2 أغسطس من عام 2012 سجل فهد هدفه الاحترافي الأول ضد الرائد في مباراة التعادل بهدفين مقابل هدفين. وخلال موسم 2012-2013 بدأ فهد ليصبح واحدا من أكبر المواهب في كرة القدم الآسيوية بعد تسجيله العديد من الأهداف مع الاتحاد. ثم نال فهد مزيدا من الاهتمام الدولي عندما سجل وهو في سن 17 عاما فقط هدفا حاسما في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2012 على نادي غوانزو ليؤهل الاتحاد لدور نصف النهائي. كما حصل فهد على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 2013، حيث سجل هدفا في النهائي الذي انتهى بفوز الاتحاد ب4 أهداف مقابل هدفين على الشباب، لينهي فهد المولد موسم 2012-2013 بتسجيله 10 أهداف في 31 مباراة في جميع المسابقات. أعلنت هيئة الرياضة السعودية عن رحيل 9 لاعبين للتواجد في إسبانيا والانضمام لأندية مختلفة في الدور الإسباني والدور الإسباني الدرجة الثانية من أجل إعدادهم لكأس العالم 2018 في روسيا، حيث كان من ضمنهم فهد الذي انضم لصفوف نادي ليفانتي في 21 من يناير من عام 2018. أعلن نادي ليفانتي الإسباني رسميا التعاقد مع فهد المولد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. في 7 مايو شارك المولد في أول مباراة له مع النادي الإسباني بعد دخوله عند الدقيقة 80 بدلا من إنس باردهي، وكانت النتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء لصالح فريقه. وقد انتهت على نفس النتيجة، ليصبح فهد أول لاعب سعودي يشارك في الدور الإسباني بالتاريخ. أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فهد المولد عاما واحدا بعد ثبوت تعاطيه المنشطات في الموسم الكروي 2018-2019. وكان قد أعلن نادي اتحاد مطلع مايو في عام 2019 عن استلامه خطابا من اللجنة السعودية للرقابة
يفيد بوجود مادة محظورة في عينة فهد المولد التي أخذت منه بعد مباراة النصر الدورية في جولة الإياب. وجاء في بيان اللجنة إيقاف فهد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ الإيقاف المؤقت في 9 مايو من عام 2019. وأضاف حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودة الرياضي للتدريب خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي. وقع مع نادي الشباب في صيف 2022 بعد إلغاء قرار إيقافه من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي. شارك مع المنتخب السعودي في عام 2011 بكأس العالم تحت 20 سنة في كولومبيا، كما شارك في بطولة آسيا تحت 19 سنة في عام 2012. وقد شارك مع المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج 2014 في الرياض، وكأس آسيا 2015 في أستراليا، وتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018، حيث ساعد المنتخب للتأهل إلى المونديال بعد غياب 12 سنة بتسجيله هدف المباراة الوحيد، والذي تسبب بتأهل المنتخب إلى المونديال ضد اليابان على ملعب الجوهرة المشعة في 5 سبتمبر من عام 2017. في يونيو من عام 2018 تم اختيار فهد المولد في القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا من قبل المدرب بيتزي في 25 من يونيو. وفي المباراة الأخيرة من مرحلة المجموعات أمام مصر كان كلا المنتخبين ودع البطولة من قبل هذه المباراة، ولكن كلا المنتخبين يردان فوزا شرفي في البطولة. بدأت المباراة وتقدم المنتخب المصري بالنتيجة بهدف مقابل لا شيء عن طريق محمد صلاح، وحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء تقدم لها المولد وأضاعها، لتنتهي المباراة في النهاية بفوز المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف رغم إهدار ركلة الجزاء من المولد. في يناير من عام 2019 كان المولد ضمن تشكيلة المنتخب السعودي المشاركة في كأس آسيا 2019. سجل أول أهدافه في كأس آسيا في المباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي في البطولة، والتي انتهت بالفوز ب4 أهداف مقابل لا شيء أمام كوريا الشمالية. وفي المباراة التالية سجل المولد ثاني أهدافه في المباراة التي انتهت بالفوز بهدفين مقابل لا شيء، كان ذلك أمام لبنان. شكرا لكم أعزائي الكرام على المتابعة.